نبدا نقلي لان الزيت سخن جدا اهو. وتخيلوا بقى لسه في كميه قد ايه على الترابيزه. السعاده يا مساء الهنا والورد والفل والياسمين على اغلى واحلى ناس في الدنيا. يا رب دايما في هنا وخير وسعاده. النهارده بنعمل ايه؟ بنعمل عيش خطير خطير وسهل جدا وكل عيالكم هيحبوه. وايه بيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومفيش مكونات ابسط واسهل من كده، وكمان ما بيشربش زيت ومن غير فرن. بصوا هو اختراع، اقسم بالله ده اختراع يا جماعه. بصوا الجمال، شايفين؟ اول حاجه المقادير اللي معايا بسيطه جدا. انا العيش ده شفته وعجبني، يعني انا عجبتني الفكره قوي، هتعجب البنات عندي يعني. هنشتغل بنص كيلو دقيق منخول وزي الفل تمام كده، وشويه ملح بتاع مثلا ربع معلقه ملح، نص معلقه ملح صغيره، معلقه سكر، معلقه خميره صغيره اهي تمام. طيب ايه بقى يا شيماء تاني؟ انا بالنسبه لي كشيماء يعني بحب اعجن باي رايب عندي، اي رايب مهما كان. عندي زبادي ماشي، عندي حليب ماشي، انا بحب اعجن بالحاجه دي. حته جبنه قريش، يعني دي اللي انا عجناها دي قطعه جبنه قريش اهي. بصوا قطعه جبنه قريش من اللي انا كنت عاملاها وعليها شويه حليب. فانتوا عجنوا باي حاجه حتى لو بميه مفيش مشكله، ماشي اهو. بس انا بحب في العجن بتاعي او في الدقيق بحب قوي طعم الرايب او الحليب. ممكن كمان على فكره لو عندكم زبادي بلدي او اي زبادي يعني مركون ممكن كمان تعجنوا بيه. اي حاجه من الحاجات دي بتخلي العجينه بتاعتنا زي العسل. وده عيش مش هنعمله في الفرن اساسا، ماشي. هو هيبقى زي ميني كده صغير، طعمه جميل قوي. انا عجبتني الفكره. وبنستخدم معاه كمان سمسم بس مش دلوقتي يعني. العجينه بتاعتي اهي تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو، طريه بس مش بتلزق اهو، كانها عجينه قرص طريه بالظبط. هتعملي فيها ايه يا شيماء؟ هنركنها ربع ساعه بس، مش تخمر بقى الخمران اللي ايه، لا، ربع ساعه بس هترتاح كده، ونبدا ان احنا نقطعها ونكمل خطواتنا. بس هنطلع نقعد قعدتنا اللي احنا بنحبها مع بعض بره كده يا جماعه. بحب اكملها كلها في المطبخ، يعني الشغل كله يبقى في المطبخ، وفي حاجات نبداها في المطبخ ونيجي نكملها هنا. انا في المخبوزات يا اما بحب اقعد على الارض يا اما بحب اقعد هنا في المكان ده. فيعني حتى ننوع كده في الاماكن. اهم حاجه ان بعد كده عدى 10 دقائق او ربع ساعه على العجينه بتاعتي هنبدا ان احنا نقطعها. تعالي كده نوريهم شويه الحليب اهو. هنركنهم كده عشان هنحتاجهم. وده السمسم، ودي بس الدقيق هنبدر منه هنا كده شويه صغيرين نقطع عليهم العجينه بتاعتنا اهو. ومعايا زيت ومعايا الطاسه بتاعتي على ايه، على الشعله الجميله اللي انا دايما بحب اقعد ايه اقلي عليها معاكم الحاجه او اخبز عليها الحاجه كده. تعالوا هنبدا نقطع اهو زي ما نكون بنقطع كده ايه قرص اهو بالشكل ده. وهنا على طول ريحتها الرايب والزبادي وحته الجبنه القريش مدياها ريحه مش قادره اقول لكم على ريحتها التحفه بجد اهو. ماشي هنقطعهم كده زي ما انتم شايفين ونرجع لكم دلوقتي. بعد ما قطعتهم يا دوبك، طالما كل مره هنتكلم طالما الدقيق بتاعنا كويس وحلو وجميل كده، يبقى الدقيق ده على فكره في دقيق الكوثر ده ممكن بصوا اشتغلوا فيه في كل حاجه، كل حاجه اعملوها بدقيق الكوثر. فما ارتحت على طول مجرد اني قطعتها. تعالوا كده بقى نشوف هنعمل ايه يا جماعه. الحليب اهو هنعمل كده بالشكل ده، وفي السمسم بتاعي على طول اهو تمام بالشكل ده كده ماشي. وهنيجي هنا وهنبدا ان احنا ايه نفرد اهو بالايه اي حاجه بقى. هتلاقوها بدات كده الايه الحليب يبقى طري شويه، تبديل الدقيق خفيفه جدا 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 اهو عشان تقدروا ان انتوا ايه تفردوها. بصوا انا لما بشوف الوصفات بشتغل فيها بطريقتي انا، فاهمين؟ بطريقتي انا، يعني انا بشوف الطريقه اللي تريحني واشتغل فيها. وبعدين العجين ده يعني يا جماعه شوفوا اعملوا فيه ما بدل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم.
بصوا ما شاء الله العجينه ماشيه حلوه ازاي. مهم. وسهل وسريع بقى. احلى حاجه في العيش ده انه سهل وسريع وما بيدخلش الفرن وما بيشربش زيت كمان. يعني هو عاجبني قوي بصراحه، الفكره عجباني. ده السمك بتاعي اهو. هنخلي السمك كده، وبالسكينه هنيجي من النص نعمل كده، تكون بس سكينه حاميه وكويسه اهو، ونقطعها تاني كده 4/4. انا بس عايزه املكها معايا اهو. بصوا كده. لان هي تبقى ايه، لقيمات صغيره كده بالشكل ده. وهنسخن الزيت بتاعنا اهو في الطاسه. شويه زيت اهم كده حلوين كاننا هنحمر بطاطس. وهنسخن الزيت ونبدا ان احنا ايه، نحمر العيش بتاعنا. يلا بقى كده جهزنا، تعالوا يلا عشان ايه نبدا نقلي لان الزيت سخن جدا. يلا كده الزيت بتاعنا سخن اهو، سموا بسم الله. وهننزل هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا الجمال. شايفين الجمال ده اللي انا اقصده بقى. بصوا هو ده كده اهو. شفتوا ده اللي انا اقصده. وطريقه سهله جدا جدا، وعلى فكره زي ما قلت لكم ما بيشربش زيت، عشان تبقوا عارفين بس اهو. يعني بعد ما نخلص هتلاقوا كميه الزيت زي ما هي، مش هتلاقوا حصل فيها اي حاجه، لان هو ما بيشربش زيت. يا جماعه بصوا كده، قلت انه مش هيشرب زيت، وبصوا الزيت اصلا عامل ازاي، شايفين اهو. وتخيلوا بقى لسه في كميه قد ايه على الترابيزه. بصوا شايفين كل ده من نص كيلو دقيق او 600 جرام تقريبا، زي ما انتم شايفين كده اهو. وعيش سهل وجميل. ده خلوا بالكم بقى، ده في مصايف، ده في عشاء بالليل وانتوا قاعدين. شكله كمان جميل جدا. الاطفال الصغيرين هيفرحوا بيه لان هو شكله حلو اصلا، هيشجعهم ان هم ياكلوا يعني. وهفتحه لكم طبعا لما اخلص كده، هفتحه لكم واوريه لكم هو قد ايه جميل وتحفه. بصوا يا جماعه شايفين، زي ما قلت لكم 600 جرام. انا اللي عاجبني بجد، انا هوريكم الزيت دلوقتي على فكره، هو ما خدش زيت بجد، تحفه. والزيت زي ما هو نفس الكميه اللي انا حطيتها هي الكميه. بصوا من جوه، بصوا الجمال والقمر، ولا طعمه الفظيع بجد. لا يا جماعه، هو عاوز ناس وعاوز مصيف وعاوز اطفال وعاوز، هو عايز حاجات كتير وتاكلوا بيه بجد. هو طعمه حلو قوي قوي، وهيشجع كمان الولاد ان هم الاطفال ان هم ياكلوا. تعالوا بقى اوريكم الزيت. بصوا الزيت اهو. ده الزيت على فكره اللي انا حطاه يا دوبك، يعني مثلا ناقص كام معلقه بس كده. وده طبعا هيتصفى من السمسم وتحمروا بيه بطاطس مره كمان ولا حاجه، لان انا لسه حاطه زيت من الازازه نضيف يعني. بصوا الزيت بتاعنا اهو. اعملوا لنا لايك كده حلو لو الفيديو عجبكم. ارجو بقى ان ما اكونش رغايه ورخمه وحاجات كتير من اللي انتوا عارفينها دي. مع السلامه.